اهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام مره تانية في حلقتنا النهارده من اونلاين. بنسعد بتواصلاتكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك كما واضح قدام حضراتكم، وايضا عبر الايميلات. اهلا بكم معنا مره تانية، وهيكون معنا موضوع من الفقرات العديده جدا في هذه الحلقه. طبعا في البدايه برضو لازم يعني تاكيدا نوجه كل خالص التعازي بكل الشهداء اللي سقطوا خلال هذا الاسبوع من رجال الشرطه ورجال القوات المسلحه وكل الشرفاء من الشعب المصري نتيجه للاحداث الارهابيه. حلقتنا النهارده هتكون عن، او الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم عن الارهاب. ايه ظاهره الارهاب؟ ظاهره اجتماعيه، ظاهره سياسيه، ايه ابعادها، كيف تطورت؟ وايضا هيكون معنا مجموعه من الفقرات الترفيهيه وايضا الفقرات المعلوماتيه المختلفه. لكن نبدا البدايه معانا النهارده مع اول خبر معانا النهارده، وهو خبر علمي، وده اللي عايزين ناكد عليه، ان محاربه اي شيء او احداث اي تقدم في البلد او في المجتمع ده هيكون من خلال العلم والعلماء واطلاق الطاقات الهائله اللي عند الشباب المصري، وسواء كل الشباب وخاصه شباب الباحثين. التقدم والعلم مش معناه الاستقرار ونحن نفضل زي ما احنا، معناه احنا لازم نفكر بره الصندوق، وناس جديده، افكار جديده، دم جديد يدخل في كل شرايين وجسد المجتمع المصري عشان ننهض نهضه حقيقيه. اهلا بيكم معانا مره ثانيه. اول خبر مع حسن. ايه الخبر اللي معاك يا حسن النهارده؟ الخبر اللي معايا النهارده خبر اسعدني انا شخصيا، يعني ان في دوله عربيه بدات تخش في السباق خاص بالفضاء. دبي تطلق القمر الصناعي سات 2. اعلنت دبي نجاحها في اطلاق القمر الصناعي دبي سات 2 الى الفضاء الخارجي بنجاح صباح الخميس اللي هو النهارده. جميل، وده خبر كويس جدا، عظيم جدا. احنا عايزين يعني برضو نأكد على السادة المشاهدين ان مصر كانت ايضا لها برنامج، وما زال في الحقيقة لها برنامج ضخم جدا في مجال الفضاء، ومحتاجين ان احنا ككل القوى المجتمعيه نحن ندعم برنامج الفضاء المصري. كان عندنا قمر صناعي مصري لمجال البحث العلمي، ده مختلف عن القمر الصناعي اللي هو في مجال الاعلام والاتصالات اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو نايل سات. نايل سات ده بتاع اعلام، لكن كان في اقمار صناعيه، في قمر صناعي مصري كان اطلق عام 2007 هو ايجيبت سات 1. حصل 2010 ان هذا القمر يعني فقد، انتهى عمره الافتراضي، وحاليا في يعني كلام عن ان في قمر صناعي هيطلق تاني هو ايجيبت سات 2. ان شاء الله هيطلق هذا القمر قريبا. كان المفروض ان هو هيطلق في ديسمبر الشهر الماضي، في اول ديسمبر عام 2013 من مطار بايكونور الفضائي على متن صاروخ هو صاروخ سيوز او. تاجيل او اطلاق الصاروخ العلمي البحث المصري ايجيبت سات 2 هيكون ان شاء الله في ابريل عام 2014 كما نقلت وكاله انترفاكس كازاخستان عن مصدر في المطار الفضائي. ده نقطه مهمه جدا جدا للبحث العلمي في مصر وكل تطبيقات الاستشعار عن بعد في كافه المجالات. القمر ان شاء الله هيكون يعني مساحه الوضوح عاليه جدا، تصل الى المتر. يعني لما ناخد متر مربع على مستوى الارض هيبقى درجه الوضوح عاليه جدا انك تشوف هذه التفاصيل من على ارتفاع 700 كيلو متر. لكن خلونا في البدايه نشوف يعني لقطات تاريخيه عن اطلاق القمر الصناعي المصري ايجيبت سات 1، وان شاء الله قريبا نعرض لحضراتكم مع طبعا العالم كله ونحتفل هذا الاحتفال العلمي الضخم باطلاق القمر الصناعي المصري العلمي الجديد ايجيبت سات 2. ده اللي معايا ده هيكون ايجيبت سات 1 اللي هو تم اطلاقه عام 2007. شكرا جدا لحضراتكم. بس الرساله اللي احنا عايزين نوجهها، لما الدكتور احمد زويل
فاز بجائزة نوبل، وحصل عليه اهتمام اعلامي كبير جدا للغاية. ممكن نسأل اي شباب في المدارس، في الولاد، في العائلات، في البيوت، عايز تبقى ايه؟ كلهم عايزين يبقوا احمد زويل. لما اختفى احمد زويل وامثال احمد زويل من العلماء المختلفين المحترمين عن ساحتنا الاعلاميه وعن شاشتنا، وحل مكانهم قضايا وموضوعات اقل اهميه بكثير واشخاص صعب جدا ان احنا نقارنهم بعلماء مصر العظام، اصبحت السلوكيات اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري دلوقتي، وربما اخرها اكثر الجرائم يعني نداله وخسه، هي يعني مقتل الطفله زينه بهذا الشكل البشع والانتهاك اللي تم. ربنا رب يرحمها بالتاكيد. لكن دي ظاهره مجتمعيه ما ناخدهاش فقط في الجانب الجنائي والمتهمين ومش المتهمين ودور المباحث. دور المباحث قبضوا على الناس، قبضوا على المتهمين، يروحوا للنيابه، المحاكم تحاكمهم، القضاء يدينهم. لكن النقطه اللي عايزين ناكد عليها هنا يجي دور المركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه. لماذا الظاهره وصلت الى هذا المستوى وهذا الفحش في الجريمه داخل المجتمع المصري؟ ده جزء من الارهاب، ده جزء من قضيتنا النهارده بنتكلم على الارهاب، لان الارهاب اللي حصل مع زينه الله يرحمها ومع اسرتها ده ارهاب، زي بالظبط اللي بيحصل مع جنودنا في سيناء، وزي اللي بيحصل مع قوات الشرطه في الاماكن كتير، واللي بيحصل مع كل عموم الشعب المصري لما عايزين نفجر هنا ولا نعمل هنا ولا نفجر اتوبيس في عساكر او نعمل هذه المداهمات او الحالات الازعاج واحنا نطلع مظاهرات معانا تسليحات. ده ظاهره ارهابيه مجتمعيه سواء في شق سياسي او في شق اجتماعي مختلف. تمام. نرجع تاني للعلم والعلماء والمنظومه. عايزين هذه الموضوعات كتير قوي على الشاشه في كل الشاشات في الحقيقه، ونطلع العلماء ونطلع شباب العلماء اللي هم زينا زيهم بيعانوا من ازمه المواصلات وازمه العيش وارتفاع الاسعار، ورغم كل هذه الازمات هؤلاء الشباب والشابات في مراكز البحث المختلفه رغم معاناتهم المجتمعيه اللي كلنا بنعاني منها بيطلعوا لنا علم وبيطلعوا لنا امل جديد ان مصر تبقى اجمل ان شاء الله. اعتقد ايه معاك خبر ايضا؟ معايا خبر ضمن منظومه برضو الاقمار الصناعيه. الصين هتطلق قمر صناعي للاستشعار عن بعد. اهداف القمر ده هتبقى التجارب العلميه ومسح للارض، وهيراقب المحاصيل الزراعيه ويساعد على منع وتقليل حدوث الكوارث الطبيعيه. رائع، جميل جدا. احنا عندنا الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد، هيئه عظيمه جدا، عندهم تطبيقات كتيره قوي في مجال التطبيقات الزراعيه كمان بالتحديد واكتشاف الافات والتنبؤ بيها. وربما قريب كان وزير الزراعه عمل اتفاقيه مع وزاره البحث العلمي عشان خاطر يقدروا مساحات مصر المزروعه حاليا عبر الاقمار الصناعيه وعبر الاستشعار عن بعد. الموضوعات اللي بنتكلم فيها عن العلم وعن التكنولوجيا وعن الاقمار الصناعيه مش بعيده ابدا عن موضوعنا النهارده. اللي احنا بنتكلم فيه هو قضيه الارهاب. اذا حصرنا قضيه الارهاب في انها مجرد اختلافات بين مجموعات مسلحه تسعى الى ارهاب الدوله وتغيير شكلها وترويع من فيها بقوه السلاح بهذا الشكل الاجرامي، يبقى احنا مقصرين جدا في الظاهره. ظاهره الارهاب ظاهره اكبر من مجرد الاحداث اللي بتتم. في ارهاب فكري، في ارهاب معنوي، في ارهاب اقتصادي، في ارهاب الشكل اللي احنا بنتكلم عليه اللي بنعاني منه شكل ظاهر قوي اللي هو الارهاب من خلال الجماعات الارهابيه المختلفه. تمام. ناخد خبر يعني معانا دلوقتي، وخبر مع مين يا شباب؟ الخبر معايا. اتفضل. برضو يعني هي اليابان برضو يعني نفس القصه، برضو قصه الاستشعار عن بعد عندها عاليه جدا. هم اكتشفوا يوم الاربعاء اللي هو امبارح جزيره جديده جنوب طوكيو. طبعا عندهم نشاط بركاني، فاللي حصل اكتشفت جزيره جديده كانت دخان لا يزال تصاعد منها بعد ظهور الاربعاء في المحيط الهادي على بعد حوالي 1000 كيلو متر جنوب طوكيو. وظهرت الصوره الملفته دي نشرتها السلطات يوم الخميس اللي هو النهارده. تمام. طيب على ذكر الاشعار عن بعد، نفسنا يكون عندنا صناعه للاقمار المصريه بنسبه 100%. عندنا خامات، عندنا عقول، عندنا رغبه، زي ما عندنا اراده سياسيه وعندنا رغبه حقيقيه نحن يبقى عندنا برنامج نووي مصري سلمي، لازم يكون عندنا برضه برنامج اقمار صناعيه مصري علمي. ونستفيد بوجود دكتور عصام حجي كمستشار رئيس الجمهوريه للشؤون العلميه كشاب
كمنطلق، كان عنده افكار جميله جدا وتابعناها عبر القنوات الفضائيه وعبر التصريحات المختلفه. ندي فرصه لهؤلاء الشباب يكون المجموعات العلميه اللي مصر في الحقيقه محتاجاها من كل الجامعات وكل المدارس المختلفه في مصر في الحقيقه. هذا البرنامج هيشتغل فيه خريجين صنايع، قسم كهرباء وقسم الكترونيات، هيشتغل فيه المهندسين، هيشتغل فيه العلماء، يعني كل الكوادر والخريجين يجب ان يشتغلوا او يعملوا في هذا. زي ما كان السد العالي كده مشروع قومي كبير كل مصر اشتغلت فيه، برضه يكون عندنا مشروع نووي، ويكون عندنا مشروع اقمار صناعيه، ويكون عندنا مشروع نانو تكنولوجي. كل ده نلتف حوالين الكلام ده، هيخف الارهاب وهيتقضى على الارهاب، وهيبقى عندنا امن وامان، واهم من ده يبقى عندنا امل في بكره. لازم كل يوم نزرعه في اولادنا، كل يوم نزرع قبل ما نزرع الزرعه اللي بناكلها ونتغذى بيها. نشوف فقره دلوقتي عن قياده السيارات للسيدات. نشوف الفقره دي ونرجع مره ثانيه. اهلا بحضراتكم معانا النهارده مره تانية بعد هذه الفقره عن قياده السيدات للسيارات. طبعا بنسعد بقياده السيدات في مصر. انا شايف حسن بيضحك شكلك يعني هتجيب لنا مشاكل النهارده. ولا بنعاني ولا في مشاكل خالص، والحياه ظريفه جدا. بص والرجاله برضه بتعمل مشاكل. طبعا صح ولا ايه؟ طبعا. بنعاني من سائق الحافلات الكبيره، وبنعاني في ستات بيسوقوا عربيات نقل يعني. أيوه. ومن سائقي الميكروباص، ويعني وبرضه في بعض سائق الملاكي من الرجال يعني. لا بس هم السيدات عشان هم بس كائنات ظريفه لطيفه. ايوه. فدائما ليهم بس بصمتهم في اي حاجه بيعملوها، خاصه قياده السيارات. بس كده. ايه بصمتهم ليهم بصمه كده، تحس كده انت لازم تعرف العربيه دي عربيه واحده ست وهي ماشيه كده. شكلها كويس، شكلها بالظبط. عربيه شيك كده فيها دباديب وفيها دباديب وبتاع. خايف عربيات الرجاله يعني. اهلا بيكم مره تانية معانا، وموضوعنا النهارده عن مصر تحارب الارهاب. طيب ايه هو التعريف القانوني والتعريف الدولي للارهاب في التشريعات الدوليه؟ هنجد ان الارهاب في الفقه الدولي هو كل اعتداء على الارواح والممتلكات العامه والخاصه مخالف لاحكام القانون الدولي، وعليه يعد الفعل ارهابا دوليا وجريمه، سواء قام به فرد او جماعه او قامت به دوله. معانا عبر الهاتف المهندس حمدي الاول. في المهندس حمدي الاول. كان يعني طب منار معانا، كان المفروض معانا منار راغب ان شاء الله من اسكندريه، لكن ناخد باشمهندس حمدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا باشمهندس، اهلا بيك. ازيك يا طارق بيه؟ فضل ونعم الحمد لله. عاوز اقول لحضرتك حاجه بالنسبه للارهاب. امرني يا فندم. زي اليهود مش قادرين ينسوا خروجهم المهين من سيناء، الاخوان برضو مش قادرين ينسوا خروجهم الذليل من رابعه والنهضه. متصورين ان يوم رابعه ده كان يوم نصر؟ صدقني ابدا، ده كان يوم كوبي عليهم. والشرطه والجيش والشعب طلعوا رجاله رجاله رجاله. طب هقول لك على حاجه. شفت الشخص اللي كان طالع على رابعه، على منصه رابعه، بيتدلع وعامل نفسه كبير وفاتح صدره وقافل عقله، منحوس مخه ومتحافي ومتحامي في رابعه وكانها امه وهو امير. كان لابس توب تقوى ومعاه سنجه وسبحه وسماجه كتير ودمه تقيل ووشه يا لطيف وكلامه بينقط سن وغلطه كتير. كان عصبي شويه وعامل زعبله وبيحزق ويقول انا بحذرك يا سيسي، انا بحذرك يا سيسي. تقولش الفريق سيسي كان صاحبه
كان في الكلية معاه وسيسي محتاج تحذير. نفسي اعرف مين هو وابوه مين، وهو كان بيحذر ولا بيهزر، لان هزاره تقيل اتقل من دمه كتير. وشفت صفر وشه بعد التحذير عامل علي بابا وعمره ما نزل التحرير. يا ريت السيسي يقابله ويعرف منه على ايه كان التحذير. والسيسي لو ربنا كرمه وكرمنا وكرمه وبقى رئيسه ورئيسي ياخد بكلامه ويبقى نفع التحذير. شكرا جدا استاذ حمدي. في الحقيقه ان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلافنا مع اي فصيل سياسي في البلد في الاساس كان خلاف سياسي، لكن عندما يصل الامر الى مستويات جنائيه واجرام وارهاب تدينه المحاكم وكل الواقع اللي احنا شايفينه وبنلمسه وعارفينه، هنا الامر احنا مش بنتكلم هنا في قضيه فصيل سياسي وخلاف، احنا بنتكلم في قضيه مختلفه تماما عن الموضوع. واقصى ما في النفس ان يجي هذه الطعنات. طول عمرنا بنختلف، مفيش مشكله، يعني الزوج بيختلف مع زوجته، الاولاد بيختلفوا مع اهاليهم مع ابائهم، كل الناس، حتى احنا بنختلف مع الحكومه وممكن نختلف مع الرئيس وبنختلف مع كل حاجه، مفيش اي مشكله خالص. لكن فكره الوطن دي حاجه عظيمه جدا. في فتره عبد الناصر، الرئيس الراحل عبد الناصر، وكان في ناس كانت مسجونه ومفكرين وغيرهم لما قامت او حصل نكسه 67 طلبوا ان هم يخرجوا من السجون، خلونا نحرر سينا ونرجع تاني نتسجن. يعني الناس اللي كانوا مسجونين، احمد فؤاد نجم وغيرهم من الشعراء والابنودي وكل الناس اللي عانوا هذه الفتره مع انتصارات العظيمه لمصر، ايضا كان في انتكاسات كبيره لمصر في مرحله الخمسينات والستينات. ده جزء من تاريخنا لن نخجل منه، حلوه ومره. الناس دي كانت مسجونه على خلاف فكري سياسي مع النظام السياسي في تلك المرحله، وصلت لدرجه ان هم اتسجنوا. لكن لما حصلت نكسه 67 قالوا خرجونا نحارب ونجيب النصر ونرجع تاني نتسجن لخلافنا السياسي. ففي حاجه اسمها وطن، ده اللي اكبر من اي حاجه وده اللي اكبر من اي حد. طيب نشوف منار معانا على التليفون. منار راغب، اهلا بيك يا منار. اهلا يا استاذ طارق، ازي اهلا حضرتك؟ وسهلا، اتفضلي. انا بس حابه اقول في الاول ان مصر الفتره دي بتمر بظروف صعبه جدا وبتواجه ارهاب يعني مدمر، فلازم كلنا نتحد مع بعض ونبقى ايد واحده كده عشان نقدر نعدي الفتره دي ونقضي على الارهاب ده. ومصر ان شاء الله باذن الله بكره هتبقى احلى ان شاء الله، بس بدون ارهاب ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لموضوعنا معانا النهارده، احنا هنتكلم عن الدراجه الطائره. تمام. الدراجة دي اخترعتها 3 شركات من التشيك، وهي أول دراجة كهربائية برضو بيتم التحكم فيها عن بعد، وتستطيع الطيران فوق الأرض لمدة 6 دقايق. لكن صناع الدراجة دي بيحاولوا إن هم يكبروا المدة دي عشان تبقى ساعة وتبقى بسرعة 30 ميل في الساعة. جميل جدا. شكرا جدا ليك يا منار على فقرتك اللي اهدتيها للبرنامج النهارده، وخلينا دايما على تواصل ودايما تثري البرنامج بافكارك وبفقرك. شكرا جدا ليك يا منار، شكرا بالتوفيق ده. طيب نشوف الفقره مع بعض ونرجع تاني. اهلا بكم مره تانية. ارجوكم مسؤوليه الاب والام في البيت
مسؤولية المدرس في المدرسة، مسؤولية المدرب في النادي، مسؤولية إمام الجامع والسيس في الكنيسة، مسؤولية الحكومات والتربية والتعليم والدنيا كلها، ومسؤولية الإعلام قبليهم كلهم، يعني لا نستثني أنفسنا، بل هذا أقل واجبنا. نخلي ولادنا ونخلي الشباب يخلي إنجازهم وطموحهم أكبر من المجال الضيق اللي هم حاطين نفسهم فيه. نفتح لهم آفاق كبيرة جدا، نفتح لهم علم. كل شاب عايز يثبت إنجاز، يثبت لنفسه ويثبت لعيلته وللناس اللي في الشارع ان انا بقدر اعمل شيء حلو، وان انا محترم، وان انا كويس. نساعدهم عشان يقدروا يحققوا اللي هم نفسهم فيه. نحط لهم طريق علم، طريق رياضة، طريق فن، اي طرق من هذه الطرق، ونتعامل معهم. ربنا يكرمنا الفترة الجاية يكون لنا منهج اعلامي ومنهج مختلف تماما في تعاملنا مع الشباب. تمام. نشوف الاول ان تجربة الارهاب، بس قبل ما نتكلم عن تجربة الارهاب وازاي الدول بتقاوم الارهاب، هنشوف مثلا الجزائر عملت ايه في قضية مكافحة الارهاب. نشوف معاك يا ايهاب. الجزائر اعتمدت على 3 طرق تحركت فيهم بالتوازي لمكافحة الارهاب. اول جانب هو الجانب التشريعي، واللي عالجت فيه قوانين الوئام المدني، وانتقلت لقوانين المصالحة وقوانين الوقاية من الفساد ومكافحته. بعد كده الجانب السياسي، بدأت تدي حرية في حق الانتخاب، واتجهت الحكومة الجزائرية لإنشاء مؤسسات أمنية زي الدفاع الذاتي والحرس البلدي، واتجهت للتحالفات السياسية كآلية من الحد من الجريمة. الجانب الاجتماعي اهتمت بتشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل، اللي هو ممكن تدريب أو حاجات بتبقى كده، ومسألة رفع الأجور وتوفير المسكن. تمام. انت هنا لما طرحت القضية طرحتها في 3 جوانب: 1 تشريعي، 2 امني سياسي، و3 اجتماعي. الحقيقة ان احنا المفروض نحط الاجتماعي الاول. تمام. يعني الاول نشغل الناس بالظبط، ونعلمها صح، ونوعيها صح، ونفتح دماغها، ثم نمكنها من ابسط حقوقها الاقتصادية. هو حق في العمل، الحق في السكن، الحق في الانجاز. ما تخليش الشباب انه ينجرف في طريق بعد كده هيبقى لنا شويه صغيرين كده في المجتمع. تمام. اللي هم افكارهم اذا وصلت لمرحله الجريمه المسلحه للمجتمع، هنا بقى نتعامل معاهم سياسيا وامنيا وتشريعيا، يبقى التشريع جاهز موجود جاهز يعني. لكن في الاول اشتغل مجتمعي، اشتغل اقتصاد، اشتغل تعليم، اشتغل تثقيف. هي دي القضيه. في الحقيقه احنا كمجتمع بنستنى لما الشباب بتوعنا يتخرجوا على 23 سنة، بعدين نقول لهم يلا بقى ايه، تعالى نشغلكم. رغم ان الشباب في مصر يقدر يشتغل، وفي العالم كله بيحصل، يشتغل من على سن 14 سنة، بس في اعمال تناسب عمرهم وتناسب سنهم. يبقى الشباب والولاد في ثانوي فني، في ثانوي عام، في ثانوي تجاري، في ثانوي زراعي، سن الشباب ده اللي بتدخل الجامعات اياها بالافكار اياها، تبتدي تحط في دماغهم وهم عندهم وقت فاضي وعندهم طاقة تهد جبال، بنسيبهم ضياع هباء منصورة، ثم يرجعوا بعد كده يعملوا مشاكل ونلومهم ونشتمهم وندينهم ونسجنهم، واحنا البريئين، احنا ما اذنبناش، هم اللي اذنبوا في حقنا. معانا اتصال هاتفي استاذ محمد. السلام عليكم. استاذ محمد فاضل، السلام عليكم. اهلا بيك استاذ محمد، اتفضل. طيب انا استاذن حضرتك بس هنعود للاتصال مره ثانيه لان الصوت ضعيف جدا معانا مش سامعين، واضح ان السبيكر فيه حاجه، فيعني هنقفل دلوقتي التليفون يا استاذ محمد ونرجع مره ثانيه، هنعيد اتصال مع حضرتك مره ثانيه. تمام. وعلى ذكر حاجه ثانيه بقى، احنا النهارده رابطين يقول لك ايه، الاوضاع الاقتصاديه في البلد نتيجه للوضع الامني والارهاب، هدوا الحاله الامنيه وبعدين هيجي الاستثمار ثم هيجي التشغيل. طيب النهارده الناس دي واضح انها بتصعد، واحنا كجهاز امنيه بتعمل اقصى ما لديها وهتعمل اكتر كمان. طب وبعدين هنستنى امتى لما الاستثمار يجي وبعدين يبتدي يفكر يشتغل؟ لحد امتى؟ طب ما في مرحله الثمانينات والتسعينات كان في ارهاب، وارهاب قوي جدا في مصر، وكانت في مقاومه عليه، والتأييد الشعبي وتأييد الناس للسلطه لمقاومتها لقضيه الارهاب دلوقتي تفوق بآلاف المرات حاله الدعم الشعبي لمقاومه الارهاب في الثمانينات والتسعينات.
ورغم كده في الثمانينات والتسعينات ما خدوش الاوضاع الامنيه وما خدوش الارهاب ذريعه وشماعه يعلقوا عليها كل الاوضاع الاقتصاديه السيئه. مصر مش جنه، وحاليا مش جنه، ولسه قدامنا طريق كويس، بس ما ناخدش الاوضاع الارهابيه اللي حاليا موجوده في مصر ان دي ذريعه وشماعه ان احنا نعلق عليها تباطؤ عجله الانتاج والانجاز في مصر. معانا استاذ محمد، اتفضل مره ثانيه. السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل. انا بحيي حضرتك وبحيي اسره البرنامج. اشكرك، اتفضل يا فندم. بص يا استاذ طارق، عنوان الحلقه انا يعني في بس نقطه عايز يعني اقولها. يعني انا شايف ان مصر مش هي اللي بتحارب الارهاب. اللي بيحارب الارهاب هم افراد الشرطه وافراد الجيش، لكن مصر ما بتحاربش الارهاب. كل يوم بنسمع ان في فرد شرطه بيموت، وكل يوم بنسمع ان في فرد جيش بيموت، وللاسف مجلس الوزراء مش قادر يقول ان دي جماعه ارهابيه. يعني لحد الان مجلس الوزراء لم يقر ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه، بل ان احنا ساعات بنسمع اصوات تنادي بالمصالحه. بس عندنا استاذ محمد، عندنا القضاء حظر الجماعه. تمام. ولكن مجلس الوزراء يا فندم انا بتكلم على دوره وموقفه، ما شفناش اي جديه في ان هم زعلانين على اولادنا اللي بيموتوا، يعني ما بنشوفش الكلام ده خالص. احنا بس اولادنا هم كل يوم اللي بيموتوا. فكان نفسي مجلس الوزراء الحقيقه يبقى له دور حازم عن كده شويه. طيب سؤال اخير يا استاذ محمد، طب انت شايف ان احنا نعمل ايه عشان هذه الظاهره تخف؟ يعني احنا كناس، احنا كشعب، يعني حديث بيننا وبين بعض. تمام. مجرد بس ان يبقى في دور للحكومه. يعني انا شايف ان بصراحه ما فيش اي حد بيطلع يتكلم بنبره تخوف. مجلس الوزراء والحكومه ما فيش اي، كل اللي بيحصل ان فعلا بيحصل كناين الجيش هي اللي بتقبض عليهم، وافراد الشرطه قايمين بدورهم. تمام. انما لازم يكون في مسؤول هو اللي يتكلم بحديه في وسائل الاعلام يخوف الناس دي. وصلت فكرتك استاذ محمد فاضل، اشكرك جدا على الحرص على الاتصال، اشكرك جدا حضرتك. يعني كل اللي بيقوله الساده الضيوف الكرام معانا عبر الاتصالات الهاتفيه شيء مقدر ومثمن ومحترم، وطبعا ده مؤشر كتير على الساده اللي بيتابعونا والمسؤولين ان هم ياخدوا هذا الكلام ويحللوه ويطلعوا بيه بنتائج ويطلعوا بيه بقرارات ودراسات ان شاء الله. تمام. طب احنا معانا فقرات جاهزه يا شباب دلوقتي ولا ايه؟ معانا فقرات جاهزه؟ تمام. طب احنا عندنا موضوع فقره عن اختراق حاجز الصوت. طيب بس ايه فكره حاجز الصوت؟ لما قبل بس ما نشوف الفيديو ده، فكرته ان الطياره بتمشي بيبقى لها صوت، فبنسمع صوت الطياره وبعدين بنشوفها. لكن لما سرعه الطياره يزيد عن سرعه الصوت اللي بتحدثه، ممكن نشوف الطياره من غير ما نسمع صوتها. بعد ما بتعدي بنسمع صوت زي صوت انفجار شديد جدا. ممكن مع هذا الاقتراب للطائره من مباني ممكن بيحصل، المباني ممكن تتهز، بيحصل ان الزجاج ممكن يتكسر. دي الظاهره بنتكلم منها ظاهره اختراق حاجز الصوت، ان الطياره تطير بسرعه، او الجسم عامه، يعني طبعا ما فيش جسم بيطير غير الطياره، يطير بسرعه اكبر من سرعه صوته. نشوف الفيلم ده ونرجع مره ثانيه.
اهلا بحضراتكم مرة تانية. بس يعني معلومة كده نحب نقولها لحضراتكم، سرعة الصوت بتقدر في وسط هوائي عادي وجاف في درجة حرارة حوالي 20 درجة مئوية ب 340 متر في الثانية، بيوازي حوالي 1224 كيلو في الساعة، يعني بحسبة الميل حوالي ميل كل 5 ثواني. دي عامة سرعة الصوت. تمام. لسه موضوع معانا النهارده عن مصر تحارب الارهاب. طيب ايهاب، يعني عندك معلومات تانية عن قضيه الارهاب؟ في الارهاب والعنف السياسي. لو قلنا ان العمليات الارهابيه غالبا بتبقى هدفها تحويل الانظار لقضايا بتهم الارهابيين، بينما القائمون بالعنف السياسي بيبقى ليهم تحقيق اهداف مغايره، مش بالضروره اثاره الراي العام وجلب انتباهه، ولكن بتكون اهداف العنف السياسي اكتر ضيق وتحديدا بتسعى لهدف مباشر. تمام. معرفش معانا اتصال هاتفي. معانا اتصال استاذ علاء وردان. استاذ علاء وردان، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك استاذ علاء، اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج، وبنشكركم على هذا البرنامج القيم. اشكرك. واحنا طبعا كلنا بنعز اسر الشهداء، القوات المسلحه والشرطه اللي هم استشهدوا وكانوا بيأدوا الواجب الوطني، وبنعلن دعمنا للجيش وللشرطه في مواجهه الارهاب. بس احنا النهارده عايزين الحكومه يبقى لها دور في وتضرب بيد من حديد، وتقدر يبقى المحافظين والوزراء يبقى لهم تواجد على المستوى الشعبي. ازاي النهارده الوزير والمحافظ ازاي يفتح مكتبه، ازاي ينزل للناس، ازاي يستمع للناس، لان احنا الشعب المصري ده شعب عظيم جدا، بس بده اللي يسمع له، وبده اللي يحنو عليه، وبده النهارده اللي يقدر ينظم مجهودات هذا الشعب. لان احنا النهارده عندنا الوزاره في ناحيه والشعب في ناحيه اخرى. النهارده موضوع الحج الاقصى برضه ما اتطبقش وما اتعملش بالصوره اللي كان الشعب يامل عليه، لان النهارده كان المفروض يتطبق على كل القطاعات وما يبقاش فيه استثناءات لاي قطاع. انما النهارده عشان نستثنى قطاعات ونطبق على القطاعات، ده طبعا فيه مشكله كبيره جدا. الحاجه الثانيه بقول للحكومه برضه مش عايزين ننخدع في تصريحات كيري ولا امريكا ولا ننفق وراء ذلك مره اخرى، لان احنا النهارده عايزين نعمل بنديه مع جميع الدول ويبقى لنا وزننا، لان الفريق السيسي فعلا حسسنا بمدى الاستقلاليه اللي احنا عايشين فيها. بس النهارده عايزين الشعب المصري يركز ويبقى واعي لاستكمال خريطه الطريق بالنسبه للدستور وبالنسبه لانتخابات البرلمان وبالنسبه للانتخابات الرئاسيه، لان النهارده في معلومات تداولت ان تركيا وقطر والاتحاد الاوروبي وامريكا راصدين اكثر من 20 مليار دولار لارجاع الاخوان عن طريق الانتخابات. فاحنا النهارده بنوجه دعوه وبنعمل زي مبادره ازاي النهارده كل القوى السياسيه تتكاتف ويبقى في قوائم موحده لوصول الثوار الحقيقيين وليس اللي هم طالبي سلطه، وازاي النهارده نقدر نلتقي المرشحين الاكفاء اللي يكونوا حريصين على مصلحه هذا البلد وبالذات البرلمان، لان احنا مش عايزين اي تيار من التيارات الارهابيه يقدر يوصل للبرلمان تاني، لان النهارده امريكا مستموته والاتحاد الاوروبي مستموت عشان يرجعوهم. فاحنا الشعب النهارده عليه دور، النهارده القوى السياسيه عليها دور، الشعب عليه دور في كيفيه الاختيار والتدقيق. ما يجيش النهارده اللي يدفع فلوس، اللي يدفع زيت، اللي يدفع سكر ننتخبه. كل الحاجات دي لازم نقضي عليها، لان النهارده المفروض اللي يوصل للبرلمان يكون رجل وطني ومخلص ومحب لهذه البلد، لان النهارده هذه البلد مستهدفه من امريكا ومن الاتحاد الاوروبي وقطر وتركيا. فاحنا النهارده عايزين نقدر نجابه ذلك، ونقدر يعني ايه ما نخليش اي حد من اذنابهم يقدر يوصل للسلطه تاني. ليه؟ لان النهارده هم عايزين يفتتوا المجتمع المصري. الحكومه عليها دور بقى في كيفيه اداره اموال البلد واستثمارات البلد، وازاي النهارده نقدر نسترد ثروات مصر اللي نهبت سواء في عهد مبارك او اللي نهبت في عهد مرسي. لان النهارده لابد من تحقيق العداله الاجتماعيه وعمل قانون للاصلاح الزراعي من جديد، لان النهارده الفلاح مظلوم جدا
الشباب منظوم جدا. يعني الاراضي اللي اتاخدت بالاف الافدنه والحاجات دي المفروض الحاجات دي توزع على شباب الخريجين. ورساله بنوجهها لوزير الزراعه النهارده، المفروض جميع الاراضي اللي بتستصلح واللي بيتم استصلاحها لا تباع وانما توزع على الشباب وتكون حق انتفاع، واراضي الدوله لا يتم تمليكها وتكون حق انتفاع لمشروع، سواء كان مشروع زراعي سواء كان مشروع استثماري، بحيث النهارده لو تم تغيير المشروع يتم سحب هذه الاراضي. وانا بشكركم جدا. في الحقيقة يعني أنا بشكر حضرتك جدا. يعني حضرتك نموذج للمواطن المصري، في زي حضرتك ملايين على هذه الحماسة وهذا الوعي وهذا الإدراك اللي بيطالبوا ان هم يشاركوا الحكومة في إدارة مقدرات هذه الدولة الجميلة العظيمة. فلما أكون أنا مسؤول في هذه البلد وعندي شعب ومواطنين وأهالي ومصريين في منهم ملايين زي حضرتك، وما أقدرش أدير هذه الدولة وأحقق لها في أسرع وقت ممكن الحد الأدنى مما تطلبه ويطلبه المنطق والعقل والمطالب هذا الشعب عبر سنين طويلة تجسدت في شعارات 25 يناير و30 يونيو، تبقى هنا عندنا مشكلة ضخمة جدا جدا في الحكومة القائمة. لسنا ضد الحكومة كحكومة، ولكننا ضد عدم تحقيق إنجازات الشعب المصري. نفسنا في حكومة نفخر بيها وتسعدنا كل يوم بقرارات حقيقية وبانتماء حقيقي وبإنجاز حقيقي على الأرض. مش معنى ان احنا بنعرض الحكومة يعني احنا بنعرض النظام السياسي او بنعرض خارطة الطريق. لا، الحكومة حاجة، خارطة الطريق حاجة، الدستور حاجة، ثورة 30 يونيو حاجة تانية خالص. مش كلهم في باسكت واحد، كل حاجة فيهم مستقلة عن التاني. بس نفسنا ان مصر كلها تنور بولادها وبعقول ولادها وبمسؤولينها المخلصين ان شاء الله. خبر إيهاب. معانا خبر إيهاب. أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي اللي هي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسكو انتخبوا مصر النهارده كمقررة للجنة بإجماع الدول الأعضاء. والأعضاء انتخبوا مصر نظرا لدور مصر في حماية موروثاتها الحضارية والثقافية. أنا بس عايز أقول يعني زي معلومة بسيطة كده إن المؤتمر التأسيسي للإسكو عقد لأول مرة في مدينة فاس المغربية سنة 1982. وميثاق المنظمة بينص على ان اي دولة في منظمة التعاون الاسلامي بتصبح عضو في الاسكو بعد توقيعها رسميا على الميثاق. عدد اعضاء الدول المنظمين في الاسكو 51 دولة من اصل 57 دولة في منظمة التعاون الاسلامي. تمام، هي المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الاسيسكو. مش الاسكو، الاسيسكو. أستاذ علي فاضل على التليفون. تمام. استاذ علي فاضل، السلام عليكم. استاذ علي فاضل. ممكن اتصال. طب يا ريت نعود اتصال مرة تانية يا استاذ علي. مشكور جدا لحضرتك. تمام. طيب، مصر دولة رائدة وانشأت منظمات دولية كتيرة جدا، واحنا في الامم المتحدة من بدايتها. يعني نفسنا نستفيد بكل هذه العقول وكل الخبرات اللي عندنا وبكل الامكانيات. في الحقيقة المنظمات دي مش هتيجي هي اللي هتقيم لنا البلد، ولا المنظمات هتقيم لنا البلد، ولا اي دولة هتيجي تقيم البلد، ولا فلوسهم هتقيم البلد. اللي هيقيم البلد الشعب المصري باموال الاساسية للشعب المصري. هم يجوا يدوا دعم، يدوا جانب نقطة معينة، يستثمروا اموالهم، وده شيء طيب وشيء مرحب، ويكبروها وينموها ويحصل تزاوج بين الشعوب ويحصل تداخل بين الافكار وتلاقح لهذه الافكار. هذا شيء طيب. لكن مش ممكن هذه البلد العظيمة هتقيم اقتصاد حقيقي، واقتصاد ده يعمل نهضة حقيقية بالاعانات والمعونات والقروض. جربناها من ايام الخديوي اسماعيل لحد دلوقتي، والنتيجة حضراتكم اعلم بيها. استاذ علي. استاذ علي، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. ماشي. عليك السلام ورحمة الله. يا ريت نوطي التلفزيون يا استاذ علي وتكلمني حضرتك من التليفون على طول. حضرتك انا حسيت اتكلم في المشكلة كده. اتفضل يا فندم. المشكلة اللي هي اللي ملهاش حل، مشكلة انابيب البوتاجاز. وليه ملهاش حل؟ مفيش مشكلة ملهاش حل. طب اتفضل يا استاذ علي. حضرتك دلوقتي داخلين في الاسبوع السادس ولسه المشكلة قائمة، ومفيش حد من المسؤولين يكلف نفسه وطلع في اي قناة من قنوات التلفزيون وقال ان المشكلة دي هتتحل. هم قالوا ان الوزراء المحافظين مع وزير التموين مسؤول عن حل المشكلة. هتتحل في خلال 48 ساعة.
او تتصل على رقم تليفون هيجوا لك الانبوبه بعد 48 ساعه. تمام. استاذ علي انت معانا؟ الو، انت معانا يا استاذ علي؟ ايوه. طيب احنا موضوعنا النهارده بعد قضيه الانابيب هي قضيه الارهاب. تمام. نوطي التلفزيون بعد اذن حضرتك واسمعني من التليفون حاضر. بعد اذنك يعني. حاضر. تمام. تمام كده وطيت تمام التلفزيون؟ تمام. تمام. ايه رايك في قضيه الارهاب او قضيه الارهاب اللي مصر بتعاني منها دلوقتي او بتواجهها؟ قضية الارهاب دي قضية يعني دي حاجة تانية. تمام. فاحنا بنتكلم في قضية قومية تخص الناس كلها. اللي هي قضيه ايه؟ اللي هي قضية مشكلة انابيب البوتاجاز. يعني حضرتك شايف ان قضيه انابيب البوتاجاز اكثر اهميه من قضيه الارهاب. وجهه نظرك وارادتك ورغبتك واحترامك. النقطه دي نقطه مهمه جدا. استاذ علي وربما في كتير زيه شايف ان قضيه البوتاجاز ان اللي دي بيعاني منها جوه بيته في حمامه وفي مطبخه مؤرقه جدا بالنسبه له. لكن قضيه الارهاب لسه ما وصلتش لحد باب بيته. ممكن وصلت بيوت ابواب ناس تانية. بس لازم نعرف ان واحنا بنقاوم الارهاب الدولي والداخلي ان لازم نوفر انبوبه بوتاجاز عشان الناس ما تنفجرش، عشان الناس يبقى عندها قابليه انها تناقش قضايا وتتفاعل معاها بشكل كبير. بس عايز اقول لك يا استاذ علي ان حل قضيه البوتاجاز برضه في الطاقات الجديده، في اشياء كتيره جدا للغايه. وطول عمر العقل المصري المبتكر، انا هقول بس نموذج قبل ما نعرض الفقره اللي جايه بعد اذن حضراتكم. يعني كنت بشوفها في بيتي مع والدتي الله يرحمها زمان في الفتره ما بين 67 ل 73 كانت بتحصل ازمات في كتير قوي من السلع التموينيه بتاع اعداد للدوله للحرب ومشاكل اقتصاديه وكل هذه الامور. فحصلت ازمه صابون. فستات البيوت الجمال المصريين، الستات اللي كانوا شابات في مرحله الستينات والسبعينات، عملوا ايه؟ وكان معظمهم بيشتغل يعني مش زي دلوقتي معظمهم قاعد في البيت وبيتفرجوا على حضراتكم عارفين بيتفرجوا على ايه، ما تزعلوش مني يعني. كانوا بيروحوا الشغل عشان يتعلموا ازاي يصنعوا صابون. فصنعوا صابون في البيوت عشان يقدروا يوفوا احتياجاتهم. فاللي نقدر نعمله في بيوتنا وستاتنا مع الجواز مع الاولاد نفكر ازاي نبتكر ونقلل حجم المهدر من الاكل في صناديق القمامه اللي بنرميه، وازاي نسيطر على فلوسنا اللي بنصرفها في حاجات كتير جدا ملهاش لازمه، وازاي ندبر احتياجاتنا من الطاقه المختلفه سواء بنزين عربيه او نور في البيوت. انا اطلب من استاذ علي وغيره قوم كده شوف في شقتك دلوقتي كام لمبه منوره ومفروض انها تتطفى. المطبخ منور وانتوا قاعدين في الصاله، الحمام منور وانت سايبه قاعد في الاوضه، وكنت في الاوضه دلوقتي منوره وانت رجعت، فهلاقي الشقه فيها 4 5 لمبات منورين زياده ما لهمش لازمه. يمكن الانتريه اللي حضرتك قاعد بتكلمنا منه في كذا لمبه منوره، طب ما نشغل لمبه واحده. القضيه قضيه الطاقه مش قضيه الحكومه، الطاقه دي بتاعتنا احنا، والدعم مش بتاع الحكومه، ده الدعم بتاعنا احنا، وميزانيه مصر مش بتاعت الحكومه، دي بتاعتنا احنا، والصرف الصحي مش بتاع الحكومه، ده بتاعنا احنا، والميه مش بتاعت الحكومه، دي بتاعتنا احنا. فبنلوم الحكومه ونضغط عليها عشان تدبر احتياجاتنا لان فيها حاجات اكبر من قدراتنا، لكن احنا نفسنا كافراد لازم ندبر احتياجاتنا الاساسيه. وزي ما قضيه الارهاب مهمه ولازم نتكلم فيها، لكن ايضا قضيه البوتاجاز يا حكومه مهمه، واستاذ علي شايف ان هي دي قضيه مصر القوميه. جرس انذار. نطلع للفقره اللي جايه اللي هنتكلم فيها عن ايه يا شباب؟ شباب نمتوا معايا ولا ايه؟ لا تمام. انا شكل كلامي بينيم النهارده. لا احنا عشان بنحضر بس الفقره اللي بعدها. تمام. احنا معانا منزل وسط نهر في صربيا اعتقد. في صربيا مظبوط. هو لفت انتباه المسافرين للمنطقه دي ان المنزل بيستقر على صخره في وسط نهر درينا. والعجيب ان بعض من ساكني المنطقه بيقولوا ان المنزل ده في مكانه من اكتر من 40 سنه. جميل. المنزل اتبنى 1968 بواسطه مجموعه من الصبيه الشباب الصغيرين. الصخره مش مريحه بشكل كبير فتم بناء منزل قاموا باحضار مجموعه من الالواح من كوخ كان اتهدم ساعدتهم في بناء قاعده جديده للمنزل. جميل جدا. احنا
عندنا عمارات 22 في شارع 3 متر، احنا غلبنا صربي يعني. نشوف الفقره ونرجع مره ثانيه. عندنا في مصر 100 عجيبة، مش عجيبة واحدة، وعندنا حاجات جميلة. مجرد منزل خشبي مجموعة من الصبية الصغار أقاموه من سنين، من 40-50 سنة، بقى حدث، وقنوات فضائية مختصة تروح تصور وناس عمالة تتفرج. يعني شيء مبهر في الحقيقة. واحنا عندنا بيوت جميلة جدا، وعندنا تراث عقاري بنهده عادي، نطلع عمارات 22 دور و24 دور عادي، يعني مش مشكلة. تاريخ لبلد بنهده عادي، مش مشكله. الحياه يبقى من الميت، والفلوس والبيزنس والدنيا كلها، اصل ما فيش امن وفي انفلات امني. طب ويبنوا بعدين يبقى ناخد منهم ثمن توصيل المرافق. بنفكر بدايره مغلقه، دايره بلا خيال، بلا علم، بلا شباب يدي افكاره وطموحاته. ولما نيجي نخطط نروح في الصحراء ندي الشباب 63 متر عشان يسكنوا فيهم. عايزين افكار جديده. احد المتصلين الساده الكرام كان طرح فكره جميله، قال لك ادوا الارض للشباب. من ايام الدكتور صلاح عبد المؤمن لما كان وزير زراعه، وقال مشروع الامن الغذائي المصري استصلاح وزراعه 1,000,000 فدان. هتجيب ميتهم منين؟ طيب هنجيب ميه 1,000,000 فدان، مين هيزرعهم؟ شركه سين الخاصه هتاخد 40,000 فدان، وشركه صاد هتاخد 100,000 فدان. ما احنا جربنا ده، والنتيجه ايه؟ ان فاتوره الاكل عندنا بتزيد، فاتوره الاستيراد بتزيد. القمح لسه معدلاته عاليه في الاستيراد، الفول معدلاته عاليه في الاستيراد، الزيت 90% بنستورد زيت. يعني طبق الفول المصري والفلافل اللي هو فيه شويه فول مطحونين ولا فول بندمسهم نهرسهم، والعيش والزيت اللي بنحطه عليه ده، حتى الملح بنستورده. يعني اقتصاديات طبق الفول المصري اكتر من 70-80% منه مستورد. الامر ده ما ينفعش. يبقى عندنا شركات قوميه كبيره في اشكال تعاونيه تروح تاخد هذه المساحات في اماكن نزرع ونستوطن فيها. ما حدش هيستوطن في العوينات في درجه حراره 60 درجه مئويه، استحاله. اللي عايز يروح يستصلح هناك يروح يسكن هناك. لكن لما نيجي النهارده في الساحل الشمالي ونيجي في سينا اللي عايزين نعمرها بالبشر قبل ما نعمرها بالسلاح، نعمرها بالبشر قبل ما نعمرها بالسلاح. ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. استاذ السيد عادل، اهلا بيك يا استاذ السيد. ازيك يا استاذ؟ الله ينور عليك في البرنامج بتاعك. الله يخليك. اتفضل نسمع رايك يا فندم. انت شدتني الصراحه في البرنامج بتاع قناه 5 ده بالذات، واللي احنا بنفتقده من زمان يعني بصراحه. اتفضل يا فندم، اتفضل. نسعد بمداخله حضرتك. اتفضل يا فندم. حضرتك انت بتتكلم في نقطه مهمه قوي 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 قوي. انا حزين من امبارح عشان ال 11 جندي اللي ماتوا دول، والحادث الاليم اللي هو اللي احنا شفناه دوت. اللي انا عايزه منك يا استاذ طارق حاجه واحده بس، ان البلد تعلن ان احنا في حاله حرب حقيقيه ما تقلش. اشكرك جدا. يا ريت حضرتك تعود الاتصال بينا مره ثانيه، كلام حضرتك مهم جدا. ضيف المتصل العزيز قال ان مصر تعلن انها في حاله حرب. الحرب فعلا الجيش بيحارب، والشرطه فعلا بتحارب، بس الحكومه مش حاسه انها بتحارب.
القرارات غريبة، الناس تعبانة، عايزين إدارة اقتصاد حرب، واحنا بندير الحرب ما ينفعش نبيع مقدرات بلد، ما ينفعش نقول عشان نسوي مديونية شركات غزل ونسج. هي قلعة وفخر صناعة مصر كلها، واللي بناها تمثاله موجود في ميدان طلعت حرب، طلعت باشا حرب، رجعوها تاني للشركة اللي عملتها، وقفوا جنب البنك وصلحوا الشركات، وقعدوا مع العمال، ما توصلهمش لمرحلة ان هم يقوموا بثورات وبيقوموا باحتجاجات عشان 70 جنيه، وبعد كده يقول لما الانتاج يعطل يقول لك اصل الخساره كانت 200 مليون جنيه، ثم يروح رئيس الوزراء او الوزير المختص ووزير العمال يتفاوض معاه ويقول لك خلاص وفرنا، هنوافق ان هم يتصرف لهم مكافاه 70 جنيه. هذا الامر لا يليق مع المصريين ولا مع عمال مصر ولا مع شركه الغزل ولا مع اهل المحل. فالقضيه كبيره. عايزين اتصالات اكتر من حضراتكم، نسمع ارائكم معانا النهارده في كل ما يقال. بس اللي عايزين نقوله برضه في الحقيقه، واحنا مقصرين كاعلام، ما احنا مش بنوجه النقد الاخرين، لا احنا مقصرين، وربما كمان احنا اول المقصرين. هنتكلم بقى، بس ناخد اتصال. هو نفس المكالمه. اهلا بيك يا فندم معانا. معلش الارسال القطع ولا يهمك حضرتك. انا بقول لك يا استاذ طارق، مصر غاليه عليا جدا، وزي ما هي غاليه عليك وغاليه على كل شاب. احنا المفروض نعلن اللي احنا جميع القنوات اللي احنا في حاله حرب، ما تقلش عن حرب 73 و67. المفروض نتنازل عن نزواتنا وعن كل اللي احنا عايزينه. وبقول لكل واحد في فرد مصر، انت تعتبر نفسك جندي بالقوات المسلحه، من اصغر واحد لاكبر واحد لحد الفريق السيسي، انت محارب قصاد الارهاب. لا تقوم دوله الا لما تكون امنه. يعني الارهاب يعني مفيش اقتصاد، يعني مفيش سياحه، يعني مفيش رياضه. احنا لازم نطهر فينا وكل شبر في ارض. لا سؤال، معلش اذا كان خارجي او داخلي او اي حد يفكر يمول من البلد ديت، اللي هو ياخد تراب منها او يجزي اي حد من عساكر القوات المسلحه او الشرطه او اي حد او فانكشن، نقول له لا، دي كانت مقبره الغزاة. يعني انت عايز اقول للارهابي تتذكر ان مصر ديت كانت غزاة، يعني لاي بلد كانت مقبره لاي حد كان يحب يسوق ليها. وعايز اقول للشعب المصري تحمل شويه المسؤوليه، لان انت عليك مسؤوليه زي الشرطه زي الجيش زي اي حاجه. وعايز اقول حاجه تانيه للمسؤولين، التباطؤ بالقرار بيولد للشعب ان بيقولوا عليهم احنا مش ضدهم، احنا المفروض نبقى معاهم، نكون صراح، نقول للمسؤولين احنا ما عندناش موارد، ما عندناش اي حاجه يا استاذ طارق. نقول يبقى في صراحه في كل شيء. نقول للشباب اسمع، للوادي الجديد زي ما انت بتقول حضرتك، لشرق العوينات، لسينا، احنا لازم نودي الشباب لسينا ونقول لهم اهو ادي الفدادين عندكم ازرعوا، اللي عنده مصانع يروح. واقول لشركات المحمول يا استاذ بعد اذنك، الوقت جه عليهم اللي هم يساعدوا، يقفوا جنب الدوله ويقفوا جنب الشباب يا استاذي. يعني كفايه، احنا لازم نقف بجد. مصر النهارده يعني لو انتوا بتشوفوها او الشعب بيشوفها بتنزل الدموع دم يا استاذ طارق. حضرتك اسال لكل هتلاقيها كده بتقول لك انا حزينه على فعلا، خايفه من بكره. كل شاب خايف من بكره. انا عايز اقول لكل واحد في فرد الشعب ان مصر دي امانه في رقبتكم كلكم قبل القوات المسلحه. هي انت اعتبر نفسك كل شاب انت جندي على الجبهه، تحارب من اجلها وتحافظوا عليها. وناشد كل واحد مسؤول يقول القرار بجديه، ويقول يا جماعه ما فيش موارد، وقولوا للشباب انتوا اشتغلوا، عملت الانتاج تشتغل، وقولوا لرجال اعمال تشتغل علشان تشوفوا بلدنا مش اقل حاجه، اقل من اللي انت جايبه حضرتك بتعرضه. انا حزين اللي انت بتعرضه حضرتك، انا بتمنى اشوف بلدي اكتر من كده. حضرتك يا استاذي لو انت هتلاقي 1000 واحد زيي عايز لو هنحط في الصخر عشان البلد تعيش هنعيش معاها. النهارده واحد يكلمك على عمود المتحد، انا مستعد اولع بقول زي ما كان زمان، اعمل اي حاجه. مش عايزين ناكل ولا نشرب، بس نعيش في امان. حي الجيش بسياده الفريق السيسي، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، واللي هو محمد ابراهيم، وكل فرد ابوس جزمتهم وابوس ايديهم اللي هم بيحافظوا على بلدنا اللي هي الجميله. واحييك واحيي الطاقم اللي معاك
اشكر وأشكرك حضرتك. يا أستاذ. شكرا يا فندم، شكرا حضرتك جدا. الناس عندها رغبة حقيقية ورغبة كبيرة، بس عايزين نقول حاجة مهمة قوي، ان اي جهاز امني هو بيحمي الامن، لكن اللي بيعمل الامن الحقيقي والامان الحقيقي هو الاقتصاد، هو الانتاج، هو دفء البيوت. كنا زمان بندخل البيوت دايما ايام اهالينا الله يرحمهم وربنا يدي صحة للي موجود، دايما كنا بنجد البيت فيه بركة، كل حاجة بتتعمل في البيت، كيكة بتتعمل في البيت، رز بلبن بيتعمل في البيت، دايما الافران كانت شغالة، رغم ان زمان الامكانيات كانت بسيطة جدا. وكانوا برضو ستاته بيشتغلوا، وكان زمان ظروف الشغل كانت صعبة جدا. لكن النهاردة ما اعرفش فيه هدر كتير في الوقت، فيه هدر كتير في الطاقة، فيه هدر كتير في الافكار. احنا عندنا هدر خطير، احنا عندنا القضية مش ارهاب سياسي وناس بتقتل جنود نحتسبهم شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى، وعلى الاجهزة الامنية انها تأمن وتشوف الاختراق ده تم ازاي وتتحمل المسؤوليات وتعيد الخطط الامنية وتدي تدريب احسن وتدخل هذه البؤر وتخترقها وتجيبهم وتحاكمهم وتطبق عليهم اقصى قصاص. ده الجانب الامني، واحنا عندنا ثقة في اجهزتنا الامنية، ولو عايزين مننا حاجة دعم مالي دعم معنوي احنا معاكم وتحت امركم. لو عايزين كل الشعب المصري، انا مش هتكلم باسم الشعب المصري، انا هتكلم باسم ناس انا اعرفهم، عايزين تودونا من بكره في سينا عشان نموت هنروح، ما تقلقوش احنا معاكم وفي ظهركم، بس ارجوكم ازرعوا سينا امل، ازرعوا سينا زرع، ازرعوا سينا بشر بانتاج حقيقي. سينا واهل سينا هم اولى بسينا، لا هم مجرمين ولا هم تجار مخدرات ولا هم مهربين، دي ناس محترمة ادت عمرها وبلدها لسينا، فيهم نسبة جريمة زي اللي في القاهرة وفي القليوبية وفي اسكندرية وفي أسوان وفي كل مكان، ده مش مجتمع ملائكي، فيهم ناس خارجين عن القانون وفيهم ناس مجرمين، لكن الأصل نقول على جزء من شعب مصر ان هو مجرم ومهرب وبتاع مخدرات، هذا امر لا يليق على الاطلاق. عيب لمن يقول هذا الكلام. مدام مها مرعي. استاذ مها السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله، تحياتي لحضرتك يا استاذ طارق. الله يخليك يا مدام. والفريق العمل الكريم كله. ربنا يبارك لك، اتفضلي يا فندم. يعني الحقيقه انا لازم اسجل تحياتي واحترامي للبرنامج الرائع ولحماسك وكل فريق العمل. الحقيقه القناه الخامسه يعني ما شاء الله ربنا يزيدكم ويخليكم دايما كده قريبين من كل الشعب المصري والشعب السكندري. الله يخليك. دي اول حاجه لازم، ده شكر واجب الحقيقه يعني. اتفضلي يا فندم، اتفضلي حضرتك. الحاجه الثانيه يا استاذ طارق، انا لمست قد ايه الناس متحمسه والوطنيه عاليه جدا جدا جدا، ويمكن الذهب لما بيتحرق في النار بتبان جودته وبيلمع اكتر. يمكن الشدائد اللي الشعب المصري بيمر بيها يمكن هي دي اللي اظهرت الوطنيه الحقيقيه والجوهر الرائع اللي جوه كل واحد فينا. يعني ممكن كل واحد فينا يبقى مثلا تعبان مكسل في الازمه تبص زي يجري وينط، فاحنا دلوقتي الوطنيه قفزت وظهرت على السطح وكل واحد فينا عايز يعمل حاجه للبلد. انا عندي اقتراح بسيط. اتفضلي يا استاذه مها، اتفضلي يا استاذه. الله يحفظك. بص يا استاذ طارق، انا ليا الشرف اني بقدم فقره المطبخ في تلفزيون اسكندريه من سنين طويله. ده يشرفنا يا انا ربنا يحفظك، الشرف ليا. انا عايزه اتبنى، يعني هقول لحضرتك فكره، يا ريت حضرتك وفريق العمل المحترم نتبناها مع بعض. اتفضلي. انا بطرح في الفقره بتاعتي فكرتين، فكره ان احنا نعمل مشروعات صغيره للشباب. ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده، ده في بنات افكاري. ايوه بالظبط يا استاذ. تمام، جميل، البرنامج رائع فعلا يعني. ده رائع بيكم انتم. الله يخليك. لا رائع بكل الطاقم اللي شغال فيه من مخرجين ومعدين ومذيعين والفنيين، الناس كلها في الحقيقه برنامج رائع يعني، برنامج نسائي بس انا فعلا ساعات بتابعه يعني. ربنا يحفظك. وانا ليا الشرف اني بقدم الفقره دي من سنين طويله. اتفضلي. الفكرتين اللي انا تبنيتهم في الفقره، الفكره الاولى ان انا عايزه اشغل الشباب، اطرح مشروعات صغيره. يعني انا النهارده خبيره في الطهي مثلا، فبطرح فكره ازاي انا اعلم الشباب يعملوا مثلا الكحك في العيد الصغير ويكيسوه ويبيعوه عن طريق الانترنت، عن طريق المعارف، عن طريق الاصدقاء. يعني ممكن انا اعمل لهم البرجر والبيتزا ممكن انا شاب في البيت اتعلم منك من البرنامج او منك ازاي اعمل بسكوت او ساليزون مثلا، وانا في البيت اعمله واحطه في اكياس وانزل انا ابيعه مثلا لاصحابي لجيراني. ايوه يا استاذ طارق، هقول لك ازاي. انا مثلا يعني حتى انا مش عملت الفقره دي في تلفزيون اسكندريه، عملتها في كل القنوات الاقليميه
صعبين جدا معايا. انت كنت كمان بتزرعي جرجير وبقدونس كمان انا فاكر. دي الفكره الثانيه، الخط الثاني اللي انا متبنياه اللي هي فكره بيوتنا الخضراء في اسكندريه. الخط الاولاني عشان نقفل موضوع المشروعات الصغيره، هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بطلع في الفقره بعمل مثلا الكحك على الهواء، وبعدين بقول يا جماعه احنا ممكن مقاديره كذا كذا كذا، لما هنعمل المقدار ده هنضاعفه، وبعدين البنات مثلا انا مستعده متطوعه ان انا اعلم المجموعات دي في مكان نوفره وتتبناه قناه 5، ان احنا في تلفزيون اسكندريه نقول مثلا نعمل القاعه الفلانيه، نيجي انا مها مرعي هتعلم ازاي يتعمل الكحك. طب دور الشباب اللي حضرتك طرحته ده، البنات انا هعلمهم، طب الشباب هيبقى دورهم تسويقي اللي هو انا هستغل النت، بدل ما معظم الشباب او نسبة كبيرة بيقعدوا على النت للشات وللتواصل وللنكت والحاجات دي. انا ما بنكرش انها الناحية الاجتماعية جميلة وفضفضة، بس نخليه نوع من استغلال النت لاكل العيش، لمحاربة البطالة. انا الشباب عندي هقول لهم نعمل صفحات على النت ونوزع، نقول مثلا ادي كيلو الكحك، والله الكحك السادة بمكوناته كذا كذا سعره بكذا، الكحك اللي بالملبن بكذا، يعني نعمل التسويق بتاعنا عن طريق النت. انا بقول الكحك على سبيل المثال، انا ممكن اعلمهم ازاي يعملوا البرجر، يعملوا فراخ المقرمشه زي اللي في السوق وانضف واحلى وبربع التكلفه، ونسوقها برضه على صفحات الفيسبوك، ونشغل الناس يا مدام مها. ولما الناس تشتغل يبقى عندها حماس وامل في بكره. تعرف يا صفر انت لو كسبت يبقى نتكلم في حاجه كويسه بدل ما نتكلم في حاجات مالهاش لازمه، يبقى كده نقضي على الارهاب قضاء حقيقي. الله ينور عليك. يبقى انت دلوقتي لما بتشغل الشباب، الطاقات المعطله اللي ممكن تستغل في الارهاب حضرتك وجهتها لاكل العيش. ما هو لما الشباب، خلي بالك يا استاذ طارق، الفراغ بيودي لسكك مش كويسه. الفراغ مش بس بيعمل بطاله، ده بيودي ان العقول دي بتبقى بيئه مناسبه للي عايز يستغلها في الارهاب. لكن انا لما اشغل الطاقات دي، يا شباب تعالوا هعلمكم البيتزا، هعلمكم البرجر، هعلمكم الوجبات الفاست فود، وكيسوا وبيعوا واعملوا مشروعات وتنتج. يعني انا لا تتخيل، انا الموضوع ده نجح معايا قوي في اسوان، في قناه الدلتا، في قناه طيبه. فانا عايزه قناه اسكندريه دي بلدي بقى، ده تلفزيون بلدي، هو الاولى ان احنا نعلن حاجه زي كده، محاربه البطاله وفي البيت. لا هتتكلفي يا ست البيت ولا حاجه. النقطه الثانيه عشان ما اطلش على حضرتك، اللي هي انا تبنيت برضه فكره الزرع، نزرع طبق السلطه في البلكونه. فانا عامله حمله اسمها بيوتنا الخضراء في اسكندريه مع مها مرعي، ليا صفحه على الفيسبوك. يا ريت حضرتك في البرنامج الرائع ده برضه نطلق الصيحه دي. احنا النهارده ممكن نزرع كل مكونات طبق السلطه، وانا عملت الحلقات دي على الهواء، بذور وبيت موس وطينه وتربه، نطلقها دعوه ونشغل الطاقات، نزرع طبق سلطه. لا حد يقول لي بقى دي الطماطم مسرطنه ولا حد يقول لي دي هرمونات. فالدعوتين دول انا نفسي حضرتك بملاك من شعبيه وللبرنامج الرائع ما شاء الله عليكم نتبناها ونعملها حمله قوميه. انا تحت امركم متطوعه. يعني عايزه اقول لكم عينيا الاثنين ليكم والاسكندريه ولاي مكان في مصر. انا خايفه اكون قطمت يا استاذ لا طارق. خالص ابدا، كلامك منفصل. شكرا جدا شكرا جدا مدام مها. كلام حضرتك هو في صلب موضوع اللي بنتكلم فيه النهارده، هو موضوع مصر تحارب الارهاب. مش هنقعد نطلع ونشتم في الارهاب ونشكر في الجيش والشرطه. الجيش والشرطه محتاجين دعمنا مش محتاجين شكرنا. الناس دي لما دخلت الكليه الحربيه مضوا على حاجه اسمها وثيقه استشهاد. الطالب بيدخل الكليه الحربيه بيمضي على وثيقه استشهاد، يعني عارف ان هو مشروع شهيد، وبيتكتب في بطاقته العسكريه مقاتل، يعني هو عارف ان دوره انه نازل يموت، نازل يستشهد على الدفاع عن البلد دي، مش حدث جديد. وطالب الشرطه هكذا. ربنا يا رب يحمي الناس كلها، مش ضباط بس، ضباط وجنود صف وافراد وكل انسان على ارض مصر. دولت مش فئه، دولت الشعب المصري، ولادنا واخواتنا واهالينا كلهم. ولادنا لما يكبروا ان شاء الله هنفخر ان احنا ندخلهم اي كليات عسكريه. لكن القضيه ان احنا نعمل انتاج حقيقي في البلد دي. اشكرك على الفكره اللي طرحتيها، وهاضيف عليك يا مدام مها نقطه بعد اذن حضرتك، والفضل ليك سبحانه وتعالى، والفضل الاول لهذا المكان الجميل الرائع اللي ربنا وخلانا اعلاميين، تلفزيون اسكندريه ووزاره الاعلام. برنامج بنات افكاري من البرامج الرائعه. اطلب من ادارتي في القناه، من الاستاذه نائله فاروق، واطلب من رئيس قطاع الاقليميات، واطلب من رئيس الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، ومن السيده وزيره الاعلام ان تتبنى هذا البرنامج، وان تتحول هذه البرنامج الى فعلا المبادره اللي طرحتها مدام مها ان نحارب الارهاب بالعمل.
احنا بنطرح من خلال قناه اسكندريه مبادره، هي مبادره ان نحارب الارهاب بالعمل، وان تكون هذه المبادره في حضن برنامج بيانات افكاري اللي بيقدمه كوكبه من زميلاتنا الفضليات في الاعداد والاخراج والتقديم، مع اداره القناه واداره قطاع الاقليميات، مع ايضا اداره وزاره الاعلام المصري. هناخد البرنامج بيقدم فقرات رائعه وسيدات رائعات بيقدموا مشغولات منزليه، ونبتدي ونتحرك على هذا المستوى وننظم لهم كل شهر معرض. هذا المعرض طبقا لانديه يتم التنسيق معاهم. في مرحله تاليه يتحول برنامج بيانات افكاري وربما كل البرامج الشبيهه في قطاع الاقليميات سواء في الاذاعه او التلفزيون الى شركه مدره للربح، عشان ما ارجعش اقول ان اتحاد الاذاعه والتلفزيون مدين ب 19 مليار. يبقى احنا عندنا جهات انتاجيه عملناها قبل كده مع اذاعه الشباب والرياضه مع الاستاذه العظيمه نجوى ابو النجا لما عملت معارض الشباب وطافت ورحنا وصورنا، وكان شيء رائع جدا للغايه. وساهمت هذه الحملات في اعطاء امل للشباب. هو الشباب بيبقى ارهابي ليه؟ فقد الامل، فقد الحياه، فقد الرؤيه، الدنيا ضلمت قصاده. ارجوكم نوروا الدنيا بقى قصاد الشباب. يعني يتحول برنامج بيانات افكاري الى مشروع تنموي بما يبثه من فقرات، ويجيبوا الارشيف ويجيبوا الناس ويعملوا لهم معارض اسبوعيه ندفعهم. بعد كده يبقى شركه تبع اتحاد الاذاعه والتلفزيون يدر دخل للاهالي وللناس والاتحاد الاذاعه والتلفزيون، رغم ان دورنا في الاساس دور تنموي مش دور جلب اموال. مكالمه من السعوديه استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اخبارك عامل ايه؟ فضل ونعم الحمد لله. الله يبارك فيكم ويبارك في عمركم يا شيخ، ونشكرك ونشكر البرنامج ونشكر القنوات الحلوه اللي جت. الله يخليك يا فندم. ويتسع صدرها لينا ان هي تسمعنا وتجاوبنا في كل مقالاتنا وكلامنا. اتفضل يا فندم. لكن مع احترامي ليكم في دور مهم عليكم. احنا كمين؟ كناس ولا كاعلام؟ الاعلام. اتفضل. انا هكلمك عن الناس وهكلمك عن الاعلام. اتفضل يا فندم. اول شيء احنا في البلد دوت الناس اللي بتموت من الطرفين، سواء كانت من الشرطه او من الجيش او من الناس اللي بتموت في الشارع او الطيارات. طيب انا عندي يعني راي اقول لحضرتك. هم اتكلموا على مصالحه بينهم وبين الاخوان. هل الاخوان ده هو يعني مش راجل زينا زيه او ممكن يكون اخوك في البيت زي ما حاصل في الوضع، وابن عمك ومن العيله ومن الرابع ومن قبيلتك ومن ناسك، وهو برضه عربي مسلم مصري فوق ده كله. يعني الموضوع متحكم في عده امور. الامر الاول لو حصل صلح من وجهه نظرنا بين الاخوان او بين الجهات المختصه والسلطات ونشوفوا ايه حكايه الارهاب دي. سؤال يا استاذنا الفاضل. سؤال. طب اتفضل. انا اسف اتفضل يا فندم. يحصل لهم مثلا صلح ماشي، يحصل لهم صلح بينهم وبين بعضهم ونشوفوا لو في فعلا ارهاب نقصهم من جذوره. يعني انا اللي بكلمك هنا واقسم لك بالله انزل مخصوص والتحم مع الجيش والشرطه واشوف مين اللي يروع امن البلد وامن الناس وامن المواطنين والناس الغلبانه والناس اللي بتموت في الشارع. العسكري اللي بيأدي خدمته يموت كعمليه. استاذنا الفاضل ممكن اقطعك سؤال صغير، اقطعك حته صغيره كده بعد اذنك؟ لما يطلع احد القيادات من جماعه الاخوان بين قوسين المحظوره بامر قضائي وبحكم قضائي ويقول عندما يرحل الفريق السيسي، ده وجهه نظر، عن السلطه ويعود الرئيس مرسي الى قصر الرئاسه سوف تتوقف اعمال العنف الدائره في سيناء. ده معناه ايه؟ معناه ان دي ناس فصيل بيتكلم سياسه ولا بيتكلم ارهاب؟ هو كده يتكلم ارهاب بس خلاص. وده مش واحد عادي، ده واحد من القيادات. لا تشرب عليا. اتفضل. معايا. لا تشرب عليا او تشرب علي انك انت ترجع الرئيس مرسي وطلع نفسك في السجن وبعد كده يبقى في الارهاب. يبقى انت كده عايز ترهب البلد، يبقى انت مش تابع البلد اصلا. تمام. لكن يعني هدفي لو ان الناس دي فعلا طلعت من السجون واتمنعت الارهاب فعلا، يبقى هم اللي كانوا اساس الارهاب، يبقى بعد كده هم يتبادوا يصنعوا ابادات. انا اكلمك بصراحه، لا ما زال الارهاب شغال موجود في البلد، يبقى نشوفوا الايد الثالثه المتحركه في البلد مين. لان في برضه واحنا اعداء الدوله كثيره، ان دولتنا احنا اكبر دوله في الوطن العربي، عده وعتاد جيش، القوه اساسيه في الشرق الاوسط وافريقيا واكبر قوه. الكل بيغير مننا، احنا هنا في الخليج وشايفين الناس حوالينا، الكل بيكرهنا، الناس بتبص لنا بصات مش ولا بد. اقسم لك بالله زي ما بكلمك نظرنا للناس نظره غريبه شويه. ليه؟ لان احنا يعني الحمد لله مثقفين متفهمين متعلمين، فينا طموحات كبيره، يعني عندنا. الفكره بتاعت حضرتك في النقطه دي وصلت، بس عشان وقتنا معانا
انت حضرتك عايز تطرح فكره او راي بالنسبه للاعلام، يعني حريص ان انا اسمعه من حضرتك. ايوه ماشي معلش. لا بالعكس، عشان بس احنا وقتنا محدود شويه. الاعلام بيجيب ناس، مع احترام حضرتك يا استاذ، بيجيب ناس تغلط لك غلط جامد بدايه في الدين، ودي غلط. ما تخليش حد يغلط في الدين، وخصوصا ان احنا بره هنا الناس بتتكلم علينا قسما بالله، سواء من جميع الجنسيات الموجوده في البلاد هنا بيتكلموا علينا. امس على قناه اسكندريه، على قناه القاهره، والناس والله العظيم انا شاهدت واحد بعيني واتصلت عليهم اكثر من مره، لكن ما بيردوش على حد، او ما صح ولا غير موجود بالخدمه. عندنا في القناه بتاعتنا ولا في قناه اخرى؟ يقول لك الفاشيه الدينيه. هل الدين الاسلامي فاشيه؟ سؤال لحضرتك، هل الدين الاسلامي فاشيه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاشيه؟ واحد برضه من الناس يتكلم يقول لك الفاشيه الدينيه الفاشيه الدينيه الفاشيه الدينيه. يا اخوانا ايه؟ يعني انا عايز الاعلام خصوصا زيكم انتوا اللي انتوا هتسمعونا، لان القنوات اللي في القاهره دي اللي انت عارفها ما بيردوش على حد اصلا ومش عايزين يسمعوا حد. طيب انا اشكرك. لان رايي الناس لا يعني اقول لحضرتك لما يجي واحد زي دكتور ولا ضابط ولا مستشار ما يغلطش مهما كان، او حتى من الاخوان برضه ما يغلطش، او من اي جهه. احنا العالم الناس كلها بتشوفنا، احنا بلد 8000 سنه فوق الارض، احنا اخوان سيدنا النبي من نسل سيدنا اسماعيل، احنا لو وصف دولتنا دي قناعه الله في الارض. مصر بلدنا دي دوله. اشكرك. وانا يعني مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. اشكرك جدا لمداخله حضرتك. انا يعني القضيه اللفظ اللي هو يعني تسبب له في احراج فكره المصطلح الفاشيه الدينيه اللي هو تحرج منه ضيفنا العزيز وشعر بالالم. بالطبع الاسلام كدين وكديانه ليس فاشي ولا يعرف الارهاب على الاطلاق، لكن المشكله ان هناك طوائف سياسيه اتخذت من هذا الدين عباءه لما هو اقصى من مجرد الخلاف السياسي واعتلاء السلطه في مجتمعاتنا العربيه كلها، مش قضيه مصر، عشان تدمير هذا الكيان الكبير لصالح ناس تانية خالص. اذا القضيه مش قضيه بناء، ما هي قدر ما هي قضيه تحليل لهذا المقدرات هذا الشعب والمنطقه العربيه لغرض قوه اخرى خارجيه اكبر مع نبته داخل وطننا العربي. دي نقطه مهمه جدا للغايه، لكن محتاجين مره تانية اعاده ضبط ربما المصطلحات. لما يجي ضيف عشان في هوا في اي برنامج ويقول لفظ، انا كاعلام مش مسؤول، مش انا اللي جايبه بقول قول كده، لكن وكويس ان الكلام ده يطلع لما يبقى عندنا حاجات جوه المجتمع تطلع الاعلام وتتكلم عشان نشوفها وننظف بلدنا وننظف عقلنا اول باول. وان كان برضو المفروض ان احنا ان شاء الله يعني نعمل ضبط لهذه المصطلحات. وقتنا جري جدا مع حضراتكم، نشكركم في ختام هذه الحلقه. كان موضوعنا النهارده عن مصر تحارب الارهاب. خدنا مكالمات كتيره جدا. في مشكله احنا معانا فقره في الاخر. معانا فقره قبل ما نختم يعني؟ معانا طيب. فقره قبل ما نختم. تمام. فقره عن ايه حبيبي؟ نمر بيفترس التمساح. تمام. هو نمر اجهز على تمساح وزنه 70 كيلو جرام في ثانيتين بس. على ذكر النمر، كان الله يرحمه الشهيد ابراهيم الرفاعي، تمام، مجموعه 39 قتال كان شعارها النمر. طبعا النمر كان بيتحط الايقونه على اللبس وعلى الخوذ بتاعتهم شعار النمر. فان شاء الله النمر المصري يفترس كل، مش التمساح بقى، لو في فيل هنفترس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نشوف الفقره. Is actually not as unusual as you think it might be. They are certainly the most aquatic of all the big cats. In central Brazil here, this one is crossing the river looking for prey. It's a big hoss of a male. Definitely an adult. Stalking along the bank. Now, jaguar diet consists of upwards of 85 species, more than 85 species of different animal. They can take virtually any riparian vertebrate found in their habitat. So anything along the rivers and in the rivers, it's a potential prey item. It's on the menu. Walking along the riverbank for a jaguar is like us scanning a buffet line. That great camouflage coat is not doing a whole lot of good for this guy right now, but he's instead depending more on just stalking technique. He's doing an excellent job stalking. You're not seeing any splashing, even though he's partially in water and probably can't see the bottom, making sure the footing is good. He's on the bank here further on now, and all the way across the river there are two caiman. That's pretty laser beam focus if you ask me. Now, I thought
from the left here, this was the other caiman that we saw in the water, because there were two in the water before. But no, there's one caiman on the bank, and that's the jaguar. Swimming in. Not a lot in the way of splashes there. This guy's good. 1, 2, boom! Teeth in. Now, that's got to be in the brain case, or at least disconnecting the central nervous system, because that caiman is no longer struggling. He's no longer fighting. That's a meal that he's taking away to have at his convenience. وقتنا انتهى معاكم، لكن قبل ما ننتهي نحب نعرض لحضراتكم صورة الأسطورة قائد مجموعة الشبح، قائد المجموعة 39 قتال، المرحوم البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي. بنقرأ له الفاتحة وبنقرأ لكل شهدائنا وأبطالنا الفاتحة في كل تاريخ الجيش الشعب، وفي كل تاريخ الشعب المصري والجيش المصري في كل الحروب، وكل شهدائنا اللي سقطوا خلال هذا الأسبوع، ويا رب يتوقف حمام هذا الدم. يا ريت نجيب الصورة على صورة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي مرة تانية، ونقرأ جميعا الفاتحة ترحما على أرواحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أشكركم والسلام عليكم. Before the revolution, Carlos Romero composed the symphony for Latin piano, acting chords sung glass and bullets. La Habanera dances in the streets, and like every night, Pedro Camacho sells peanuts outside the Tropical Club.